بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم على قناتنا التعليمية. إذا هذا امتحان محلي للسنة السادسة ابتدائي خاص بالدورة الأولى. إذا كما ترون الأسئلة مكتوبة باللون الأسود والأجوبة كتبت باللون الأحمر. إذا غادي نقراو كل سؤال على حدة والجواب أمامه، غادي نناقشوا الجواب. الهدف من هذا الامتحان هو المراجعة والاستعداد الجيد والأمثل للامتحان لا غير. اذا دائما اي نص كنقراه بتأني كنفهموه مزيان. علاش؟ لان معظم الاسئله كتكون مرتبطه به. اذا عندنا النص يتحدث عن الحضاره هي نظام اجتماعي يعين الانسان على الزياده من انتاجه الثقافي، وتتألف الحضاره من عناصر اربعه: الموارد الاقتصاديه والنظم السياسيه والتقاليد الخلقيه ومتابعه العلوم والفنون، وهي لن تبدأ إلا حيث ينتهي الاضطراب والقلق، لأنه إذا ما أمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء، وبعدئذ لم تنفك الحوافز الطبيعية حتى تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها. وباختصار الحضارة هي الرقي والازدهار في جميع الميادين والمجالات. عند نزول أسئلة الفهم أضبط الكلمات والجمل المكتوبة بخط مضغوط بالشكل التام. إذا قرأتها مشكولة. ثانيا أضع عنوانا مناسبا للنص: الحضارة، حضارة الإنسان، تطور حضارة الإنسان، إلى غير ذلك. إذا كل عنوان له علاقة بالحضارة فهو عنوان صحيح. ما مصدر النص؟ إذا مصدر النص كيكون في الأسفل هو موسوعة ويكيبيديا، راها في الأسفل. رابعا حدد نوعية النص بوضع العلامة في المكان المناسب. هل هو نص مقالي أم حواري أم سردي؟ إذا النص الحواري كيكون فيه حوار، النص السردي يكون عبارة عن حكاية، إذا هذه عبارة عن مقالة. خامسا أضع علامة أمام الشرح المناسب. إذا عندي كلمة حضارة شرحها هو النهضة، كلمة إبداع شرحها هو ابتكار. رتب الأفكار حسب ورودها في النص. إذن عند الفكرة الأولى هي مفهوم الحضارة، متبوعة بالإحساس بالأمن، ثم الحضارة ترتكز على الجانب الفني والعلمي. سابعا عرف الحضارة من خلال النص. إذن هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي وإلى غير ذلك. ثامنا ما الذي ترتكز عليه الحضارة؟ ترتكز الحضارة على البحث العلمي والفن التشكيلي بالدرجة الأولى. تاسعا أتمم عائلة كلمة تبدأ. إذا العائلة كندير الفعل، المصدر، اسم الفاعل، ثم الاسم المفعول. إذا بدأ، ابتداء، مبتدئ، مبتدأ. الظواهر اللغوية: الصرف والتحويل. إذا عندي أفعال سوف أضعها في الجدول. إذا يفتح فعل سالم لأن أصله فتح، بدأ مهموز، عد مضاعف، ولج مثال، قال أجوف، يجري فعل ناقص. صام سأصرفه في الضمائر التالية. إذا الأجوبة أمامكم في الخانات: صمت، صمت، صمتم، صمتان، تصوم، تصومون، تصومين، تصمنا. نمر الآن إلى الشطر الثاني. ثالثا أكتب الوزن المناسب أمام كل كلمة: بائع على وزن فاعل، حضارة على وزن فعالة، ازدهر على وزن افتعل، مستعمل على وزن مستفعل، دحرج على وزن فعلل. رابعا أحول الجملة التالية حسب المطلوب: المواطن المتعلم يسعى لبناء الحضارة. المضارع هن في الجمع مؤنث سالم، المواطنات المتعلمات يسعين لبناء الحضارة. تراكيب: أعرب الكلمات التي تحتها خط في النص. هي لن تبدأ، لن حرف نصب، تبدأ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
السؤال الثاني: أصنف الأدوات التالية حسب الجدول: ما، لن، من، لما، كي، لي. إذا عندي أدوات نصب هي لن وكي، وأدوات جزم تجزم فعلا واحدا هي لما ولا ولي، ثم أدوات تجزم فعلين اثنين هي من وما. ثالثا: أضع أداة نصب أو جزم مناسبة في الفراغ: من يدرس بجد يتفوق. إذا كنشوفوا دائما أشنو عندي في الجملة، واش فعل منصوب كندير أدوات نصب، إذا عطاوه لي مجزوم كنعطي حرف جزم. هنا عطيني فعل يجزم حرف، خاصو يجزم حرفين لأني عندي جملة شرطية: يدرس بجد يتفوق، إذا غادي ندير من. تعلم فنون القراءة، عندي تصبح خاص ندير قبلها حرف نصب كي تصبح، والمعنى حتى هو خاصو يكون معنى صحيح. ما يمكنش نقول تعلم فنون القراءة لن تصبح، لا، هذا معنى لا يستقيم. إذا كندير الحرف الذي يستقيم في المعنى. لا ينهض بالوطن سوى النزهاء. رابعا: أكتب الأسماء الخمسة بشكل سليم حسب كل جملة. ساعد أبوك في أعماله، أو ساعد أباك في أعماله، أو ساعد أبيك في أعماله. إذا الجواب الصحيح وساعد أباك، منصوب بالألف لأنه مفعول به. الطفل ذو 10 سنوات. ذو. ذهب حموك إلى الحج. حموك إلى الحج. تأدب مع أصدقاء أخيك لأنها مضاف إليه جاءت مجرورة. الإملاء: أصنف الكلمات الآتية في جدول: أخذ السلوك النهضة. إذا كل كلمة غنديروها في بلاصتها على حسب همزة الوصل أم همزة القطع. إذا عندي انشرح هي الأولى همزة الوصل، ثم السلوك همزة الوصل، ثم أخذ همزة القطع، ثم أنهض همزة القطع. أرسم الألف اللينة المناسبة أمام كل كلمة. إذا دنا بألف ممدودة، دعا بألف ممدودة، قضى بألف ممدودة مقصورة، ثم عصا بألف ممدودة لأن عصا هنا اسم، عصا عصوان. أكتب كلمة ابن أو بن. إذا يا ابن محمد لأنها قبل أداة النداء. ابن عبد الله بالألف ممدودة بالألف لأنه في أول الكلام. ثم الإنشاء: طلب منك كتابة رسالة شخصية، يجب احترام المعايير التي وجدت في الأسفل: الالتزام بالتصميم، الارتباط بالموضوع، وتجنب الأخطاء إلى غير ذلك.